السلام عليكم خوتي خواتاتي، شخباركم؟ كلشي بخير، كلشي مزيان. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم ان شاء الله جايبه لكم فيديو جديد وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيكه في مناسبه فرديه. بالنسبه للمقادير عندي هنا 4 البيضات، واحد كاس ديال سنيده، نص كاس تاع الزيت بالعبار ديال العنبه، كاس ونص ديال الطحين، واحد دانون طبيعي، دانون مسوس، 2 خمارات، واحد الفانيلا، وقبيصه الملح. بالنسبه للطريقه غادا ندير هاد 4 البيضات، غادا نزيد عليهم كاس السنيده ورشيشه ديال الملحه، واحد الفانيلا. او غادا ندرب الخليط في هاد الكاس هذا باش ملي نبغى نفرغ الخليط ديالي في هاد المونات الفرديه كيجي ساهل. صافي دابا انا نضرب هاد العناصر. انا بعد ما ضربت العناصر صافي دابا غادا نزيد هاد نص كاس تاع الزيت وهداك الحك ديال دانون. انا بعد ما ضربت الخليط صافي دابا غندير هاد كاس ونص تاع الطحين و2 خمارات. صافي نخوي الخليط في المونات ديالنا. ملي خوينا في هاد الاناء ضربناه كيسهل العمليه. ملي كتبغي تخوي الخليط كيجي مزيان، كتجي العمليه ساهله. صافي دابا انا غادا نستعمر على هادشي صافي حتى نكمل هاد المونات اللي عندي. انا بعد ما كملت المونات ديالنا عندي هنا اي واحد اللي عنده اللي بغى يدير اي فاكهه جافه يرشها من فوق الكيك يرشها، اختياري ماشي ضروري. صافي دابا انا غادا ندخلها الفران. اللي عنده الفران تاع الضو يديرو يسخن، كيدخل الكيك الفران يكون سخون. اللي عنده ديال الغاز كيدخل الكيك الفران يكون بارد. هاي بعد ما طابت خرجتها من الفران ونخليوها حتى تبرد باش ان شاء الله مع نهايه الفيديو. ايوا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا الفرديين، صراحه كيجيو رائعين. يلا هذه نهايه الفيديو، مع السلامه، فيديو اخر ان شاء الله.